أهلا بكم أعزائي متابعي المشاهدين. عاجل تأييد حبس المتهم بيتر شحاتة لمدة سنة منع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه في قضية تهديد الصيدلانية مارينا صموئيل. أصدرت محكمة استئناف جنايات أسيوط في جلستها المعقدة بتاريخ 21 فبراير 2026 حكما بتأييد عقوبة حبس بيتر شحاتة لمدة عام مع الشغل وتغريمه بمبلغ 200 ألف جنيه في قضية تهديد مارينا صموئيل الصيدلانية البالغة من العمر 27 عام والمنتمية لمحافظة أسيوط. وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2019 حينما تعرضت مارينا لسلسلة من المضايقات المستمرة التي تنوعت بين التحرش اللفظي والتهديدات الإلكترونية من قبل المتهم بيتر شحاتة فهيم ساويرس الطالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط والذي تمكن من الوصول إلى رقم هاتفها وحسابها على الفيسبوك. وتطورت الأمور لتشمل رسائل تهديد صريحة وألفاظا مهينة عبر منصات التواصل مثل الفيسبوك وواتساب، حيث حاول المتهم الضغط عليها للاستجابة لمشاعره وصولا إلى التعرض لها بشكل متكرر في الشارع. وأوضحت مارينا أن هناك فتيات أخريات عانين من نفس تصرفات المتهم بيتر شحاتة، ولكن الأوضاع لم تسمح لهن بالكشف عن التفاصيل. وفي مارس 2025 تقدمت مارينا بشكوى رسمية إلى المجلس القومي للمرأة مواصلة رحلتها القضائية بمساندة أسرتها وخطيبها الذي دعمها طوال الطريق حتى تحقيق العدالة. وعلقت مارينا على الحكم قائلة أنه ليس فقط إنصافا لها بشكل شخصي، بل هو رسالة لكل فتاة وسيدة تعرضت للأذى، مؤكدة أن الحقوق لا تضيع طالما هناك من يطالب بها، ومعربة عن امتنانها لكل من وقف بجانبها لتحقيق ذلك. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.